ازيكم كلكم، اهلا وسهلا بيكم في حجاجوفيتش وحظر تجوال. حجاجوفيتش وحظر تجوال فكره جت لي انا وانا قاعد في بيتنا، وبعدين جاء اصدقائي والفريق اللي شغال معايا بيقولوا لي: يا حجاجوفيتش، ايه رايك في فكره جميله جدا؟ الناس بجد تخنت، والناس تعبت، والناس يعني اتخنقت من الساعات الكتيره بتاعت حظر التجوال. طب ما نعمل حاجه كده بجد تفيد الناس كلها. قلت لهم طبعا ما عنديش اي مانع. لقينا ان احنا، انا واحد لفيت الحمد لله حتى هذه اللحظه 107 دوله في العالم، ومعايا فيديوهات كتيره جدا في البرازيل، الصين، منغوليا، تونجا، سيبيريا، ما شاء الله، اوروبا، يعني بلاد كتيره جدا جدا. وحلقات برنامجي اللي نزلت على الحياه 2 ونزلت مشكوره موبينيل عاملاها معانا السيزون الاولاني، ان شاء الله بنظبط دلوقتي السيزون 2. ولكن قلنا ان احنا في حظر التجوال ده لازم حاجه تسخن الناس، لازم حاجه بجد تلاقي ان الواحد ممكن بعد لما يرجع بالليل من شغله ما يبقاش قاعد يفرك وعايز يقوم من الكنبه للحمام، ومن الحمام للثلاجه، ومن الثلاجه ياكل، وبعدين يروح يقعد على الكنبه، وبعدين يروح الحمام، وبعدين يدخل ينام على سريره، وبعدين يصحى الصبح يبقى نفس الكلام. فيبقى في حاجه بجد تستاهل ان كل يوم ننزل لكم فيديو او فيديوهين مختلفين وجداد من اغرب واحلى واكتر حاجات شفتها بره، يمكن تفيد مصر وتدينا افكار كتيره جدا احنا نعملها. وفي نفس الوقت حاجات مضحكه جدا، حاجات لا يمكن كنت تتخيلوها في بلاد كتيره جدا، حاجات عدت عليا ولازم ان انا شفت من واجبي على الناس كلها ان انا اوريكم كل حاجه انا رحتها. ليه؟ لان ليس بعد العين عين. النهارده نوريكم فيديو جميل جدا، او يمكن هما فيديوهين جمال جدا في البلد اللي انا التيشيرت بتاعتي دي منها. بلد اللغه دي اكيد كلكم عارفينها، بلد جمهوريه الصين الشعبيه، People's Republic of China. البلد دي رائعه، رحتها كذا مره، ناس طيبين جدا جدا فيها. بلد شيوعيه ولكن عرفوا قيمه الشغل، عرفوا قيمه ان بجد يعني ايه القرش، عرفوا يعني ايه الدولار، عرفوا يعني ايه اليوان الصيني، عرفوا يعني ايه قيمه الجنيه المصري، عرفوا قيمه الفلوس، وعرفوا قيمه ان الواحد لما يشتغل ان شاء الله بدولار في اليوم احسن له من ان هو يبقى قاعد في بيته. قبل ما نروح نتفرج على الفيديو اللي هوريه لكم دلوقتي، عايزين نقول حاجه يمكن فكره للناس، عشان خاطر اتمنى ان القوات المسلحه والناس والشركات تطبقها في حظر التجوال. كلنا قاعدين في حظر التجوال من 7 بالليل لغايه الصبح. طيب في بيوتنا ليه ما نستخدمش اوقات مسلحه مشكوره تنزل عمال او تنزل عساكر عندها ان هي تكمل الكباري اللي موجوده على طريق السويس، والكباري الموجوده على طريق اسماعيليه، والكباري الموجوده في كذا حته عايزين ترميم وعايزين بيبنوا كباري جديده، يعني ينجزوا بالليل ويصحوا الصبح الناس بجد تلاقي في تطور. طيب ليه ما نرصفش الشوارع اللي على طريق السويس والشوارع في كل حته في مصر بقى؟ يعني خد من الشوارع كتير جدا جدا، ليه ما نرصفهاش بجد الناس تحس انك انت صاحيه الصبح ورايحه شغلها مبسوطه ان في بجد حاجه بتتعمل، فالناس تبقى قاعده في بيوتها ومرتاحه اهو، او حاسه ان هو في حاجه بتتعمل في حظر التجوال بتفيد البلد. ليه الحكومه ما تاخدش الكلام ده بقوه وتاخده بجد وتبتدي تشتغل بيه؟ ليه ما نبقاش ندهن المطبات الصناعيه الموجوده عندنا في شوارع كتيره جدا عشان العربيات كلها ما تتكسرش، اولهم عربيتي وعربيتكم؟ ليه ما نغيرش اللمض بتاعت الاناره اللي موجوده على الشوارع والطرق كلها اللي 3/4 مكسره؟ ليه وليه 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 حاجات كتيره جدا. ليه ما نصلحش الفرق اللي بيبقى على طريق 6 اكتوبر والحاجات اللي هي في نص الشارع اللي بتكسر العربيات كلها؟ ليه بجد ما نسدهاش ونعملها بالليل ونلم عددنا ونحطها على جنب بشرط ان الصبح الناس تروح شغلها وتشوف بجد بيحصل ايه تطور؟ دي افكار بسيطه جدا كده لحظر التجوال، اتمنى تنشروها بينكم من بعض عشان خاطر بجد تتعمل. الفيديو اللي هوريكم دلوقتي ناس كتيره جدا او كلكم، كل واحد بيتفرج عليا اكيد ركب القطر في مصر، ركب القطر في اي دوله. لا يمكن هتلاقي قطر زي القطر اللي انا ركبته في الصين. انا ومصوري الجميل احمد زوكي وصديقتنا الالمانيه زاناتون كنا هناك وراكبين القطر من جانجاكور
بعد ما روحنا واحتفلنا في اعلى نقطه في سور الصين العظيم، اخذنا القطر ده 3 ايام طول الصين لغايه ما نزلنا تحت وصلنا تشنجن، مدينه تشنجن على الحدود مع هونج كونج. 3 ايام راكبين في القطر، مهما زحفت لكم القطر كان شكله ايه لا يمكن هتصدقوا غير لما تشوفوا، لان seeing is believing. هيخلص الفيديو ده هندخلكم على فيديو بعديه ونوريكم عملنا ايه انا وزوكي وزانا في ضابط الشرطه الصيني في الشارع. تعالوا نتفرج ايه عملناه في الراجل بتاع البوليس الصيني وكان رد فعله ايه لما عرف ان احنا اهلا اهلا، ازيك؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ 100 100 الله يحفظك. انتوا لسه بتلعبوا من ساعتها؟ انا عايز اعدي رجلي، معلش رجلي حجمها كبير على القطوره الصيني.你不坐我坐一下。 ما احنا بقالنا يومين كده، قفلنا يومين في القطر. يلا يلا زوكو هناك بالنبوغ. مساء الخير يا رجاله. لسه في ناس هنا ولا ايه؟ يا خبر ايه؟ ليه يا ابني كده؟ السلام عليكم يا رجاله، كل سنه وانتم طيبين. ناس محترمه زي ما انا كنت قاعد جنب الشباك وناس وكويس. غني يا عم، هنغني وغير مصر. مصر ايه في وسط الزحمه دي كلها؟ حاسب يا ابني مصر يا ابني. ازاي المنطقه دي كلها كده؟ مش عارف. رجاله صباح الفل يا رجاله. دي نايمه كده من ساعه ما انا جاي لك، نايمه كده والله، بعدي من وسطها. ما الناس دي مترحله على فين؟ احنا في قطر في الصين يا رجاله، بس عشان المشاهد يبقى عارف يعني. لا انا صعب انا كده. طب السلام عليكم. هاي برو. سوري. يلا زوكو، استنى يا ابني. لازم تتعلم التش معانا. سلم. الله الله. اديني صور يا زوكو. استنى بس، صور عمنا وبنتش. الله الله. حلو صحيح. ايه الشعر الجميل ده؟ وصلنا الحمد لله. مستحيل بقى، البنت دي فرحانه قوي يا مدور. لا انت معاك ربنا. انت جميل. يلا هنقعد هنا بقى فوق بتاع. الراجل يا جماعه بتاع البوليس قاعد ولا بيقول عليه انا والمصاب ده هنعمل حركه جامده جدا. لا مش ده يا جدع انت. امشي من هنا ولا امشي من هنا؟ امشي منين؟ صباح يا عم استفاده ايه الكلام ده انت دلوقتي؟ مش اكل، مش جعان لا والله لسه متغدى، والله لسه متغدى. وراح بص الله ورحمه امي لسه متغدى. سيبه يلعب سيبه يلعب افرح لف سيبه يلعب. ده العيد. استنى بصوت ايه؟ بابا وسع اهو. وجاء من المدينه يرفع على مصر، كنا هنا منتصرا.
إنه ولا قادم إنه ولا قادم. الله ينور. تعال خد لك لفه. سلام يا عم. سلام. Now, don't. You don't. Yeah. Because I want to find a job. And what do you want to do? السياحة بنسوي 10 مرات. 就打打地方。Take a photo. No pictures. مظبط. I can't. How do you say? خلاص 100. والله ماشي يمكن. I will tell you what I want to make a what job. Okay, yeah. I would like to do that. Oh, thank you. You're sweating. ايش؟ والله العظيم. تصبح على خير.